زيمبابوي لحراسه المرمى، واشنطن لحراسه المرمى، سونجاني ولينكون ديفادية رقم 2، جوستون ولينكون ديفادية 2 قلبي دفاع، جاوري بارتسون ظهير ايمن، واوشي اوشورو ناحيه الشمال. في وسط الملعب سونجاني، ارشفور جوتو، وعباس اميدو، وخامة بليات، ونوليجي مسوانا، ودينيفار موكامبا 2 مهاجمين. حكم اللقاء اللي بيدير المباراة السنغالي بدارة دياتا، زي ما قلنا ادار الشوط الاولاني، عمل الشوط الاولاني كويس جدا، اداؤه كويس جدا، مفيش اي مشكله الشوط الاولاني. معاه مساعد اول جبريل كامارا، ومساعد تاني توري سيريني، والحكم الرابع جويه داوودة. مباراه في استاد برج العرب، 10,000 متفرج موجودين اللي سمح بيهم الامن. طبعا محتاجين الشوط الثاني باذن الله. ادي احمد فتحي هيفكر بقى بوب برادلي، هنشوف على حساب مين. احمد فتحي هتبقى اولى تغييرات منتخب مصر، هل على حساب المحمدي، هل هيزود في وسط الملعب؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. الحكم الرابع، كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله، ربنا وفقهم، يبقى في تركيز افضل خلال الشوط الثاني. احمد فتحي زي ما قلنا بدلاء مصر، شريف اكرامي، محمد عبد الشافي، واحمد فتحي، وادم العبد، واحمد جعفر، واحمد حسن مكي، واحمد عيد عبد الملك، وعبد الله السعيد، وعمر جابر، وحسام عاشور، ومحمود فتح الله، وابراهيم صلاح. ادي الحكم الرابع زي ما قلنا. الشوط الاولاني محمد ابراهيم، خروج محمد ابراهيم، كان الشوط الاولاني كان فيه توتر في ادائه، بينزل احمد فتحي. هل بقى بوب برادلي بدا يزود نص الملعب كده، كاننا بنلعب بثلاثه ارتكاز في وسط الملعب، هيبقى احمد فتحي والنني وحسني عبد ربه، ويبدا يغير الطريقه بقى من 4-2-3-1 ل 4-3-2-1. ودي الاماميه، محمد نجيب يلمس بدماغه. محتاجين تركيز، ربنا يوفق المنتخب ان شاء الله الشوط الثاني، وفي تركيز في لعيبه مصر باذن الله. ممكن مع الوقت يفكر بوب برادلي في ان احنا نلعب باثنين مهاجمين. ركنيه لمصلحه زيمبابوي، نجح خلال الشوط الاولاني انه يهدي اللعب في فتره من الفترات، ان الجول يقع شويه، ان يستحوذوا في بعض الفترات كده في نص الملعب، انهم يلعبوا على الهجمه المرتده. عندهم 4 لعيبه في المنطقه الاماميه كويسين جدا جدا، لازم يتعمل حسابهم. وادي اشوري، عرضيه كده اي حاجه مش مظبوطه تروح سهله لعبد الواحد السيد. احمد فتحي مكان محمد ابراهيم في نص الملعب مره ثانيه، ياخد احمد شديد فاول في نص الملعب كده. بقى يبدا احمد شديد قناوي والمحمدي يشتغلوا بقى بحريتهم، لان يبقى عندهم 3 ارتكاز في وسط الملعب، يقدروا يعملوا التغطيه خلف الباكين، فبقى عندهم حريه انهم يعملوا الزياده الهجوميه. المحمدي ناحيه اليمين، اتحرك محمد صلاح، 1 ضد 1، صلاح وجوستون، حسني عبد ربه مره ثانيه، بيفتح الملعب ثاني ناحيه اليمين، محمد صلاح مكمل ابو تريكه وجده جوه ال 18، حسني عبد ربه بيفتح الملعب ناحيه اليمين، استلام حسني، حلوه عرضيه، حلوه زقه كده في الكره اللي فاتت، بيقول له ابو تريكه ان انا مزقوق، ما خدش راحته برده في الكره. ادي البينيه اتعملت حلوه قوي ناحيه اليمين، عملها حلوه قوي. ادي العرضيات اللي احنا عايزينها. ادي ابو تريكه وجه دماغه كويس جدا. ادي احمد فتحي هو اللي عمل العرضيه في الكره اللي فاتت، لكن حطها بدماغه ابو تريكه على يمين الحارس، لو في الجول كانت تبقى جول. يلا رجاله، لسه بدري، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب جول. محمد نجيب يطلع بدماغه في نص الملعب، محمد ناجي جده، استلام في نص الملعب من النني، ياخد فاول النني في نص الملعب، فاول. لعبوا مع بعض قبل كده 10 مرات زي ما قلنا، كان 5 مرات فوز لمصر، 4 تعادلات وهزيمه واحده. ادي استلام وحش قوي في نص الملعب، تروح مره ثانيه، اتضغط على حسني عبد ربه في الكره اللي فاتت. احمد شديد قناوي ادى اتاحت فرصه حكم اللقاء ناحيه الشمال، محمد ناجي جده، قناوي عدى احمد شديد، اتمسك في الكره اللي فاتت، وحكم اللقاء قريب من الكره وبيدي فاول في منطقه كويسه جدا لمنتخب مصر، عايز يدي انذار، بيقول له لازم انذار في الكره اللي فاتت. ياخد فاول احمد شديد قناوي. اكتر اللعيبه اللي شاركوا مع برادلي في الفتره اللي فاتت من بعد ما تولى مسؤوليه المنتخب محمد النني، لاعب 20 مباراه، ودي المباراه رقم 21 بالنسبه له. واحمد حسن مكي
البديل اللي موجود لاعب 19 مباراه، وتمساح ومحمد صلاح 17 مباراه. احمد تمساح لاعب 19 مباراه. ادي حسني عبد ربه هيلعبها برجليه اليمين عشان تلف في المرمى، لازم هنا يتحرك واحد على القائم الاولاني. حسني عبد ربه، حسني عملها على القائم البعيد، يطلع واشنطن يلمس بدماغه، يلمس بايده ويطلع بقبضه ايده كده بره ال 18، تروح ناحيه الشمال. عباس اميدو من افضل اللعيبه في فريق زيمبابوي، يقدر يقف على الكوره، بيقدر يعمل الهجمه المرتده ناحيه الشمال، بيشتغلوا في السرعات والهجمات المرتده كويس قوي. رمي التماس احمد فتحي، هيشتغل احمد فتحي بقى هو والمحمدي، ياخدوا الجبهه اليمين ويعملوا كده فيها شغل كويس. المحمدي واحمد فتحي زود المحمدي لقدام عشان يشتغل نفس من اللي كان بيعمله محمد صلاح، وزود بقوا من الثلاثه هم اللي بيلعبوا في نص الملعب، ورمى احمد فتحي ناحيه اليمين. المساعد الثاني توري سيريني بيدي رمي التماس لمصلحه زيمبابوي، بيحاولوا يهدوا اللعب. اشوري تلمس مره ثانيه المحمدي في الكره اللي فاتت وتطلع رمي التماس. ادي ضياء السيد وبوب برادلي في نص الملعب. حسني عبد ربه، محمد صلاح استلم بره ال 18، ضغط عليه من 3 4 لعيبه بيضغطوا على الكوره في كل مكان. فريق زيمبابوي مساعدهم كمان، الناحيه البدنيه عندهم كويسه جدا لغايه دلوقتي. محمد النني افضل لعيب المنتخب في الشوط الاولاني، شديد قناوي بينيه، لكن واشنطن فيها تسلل في الكره اللي فاتت. دايما بيحدف نفسه محمد ناجي جده في الجبهه الشمال كده وبيتطرف كتير قوي. ادي هنا باينه قوي في الكره اللي فاتت. واشنطن 27 سنه، اماميه تعدي نص الملعب، يلمس جده ممكن يفتح الملعب ناحيه اليمين، اتاخر فيها شويه. ابو تريكه عملها بينيه حلوه قوي، تروح لجده مره ثانيه، ممكن يسند لبره. المحمدي 1 ضد 1، اشتغل دلوقتي جده، ممكن يعمل عرضيه حلوه لكن مش مكمل حد من الناحيه الثانيه، لكن بتطلع ركنيه لمصلحه منتخب مصر. ادي الركنيه الثانيه في الشوط الثاني. حسني عبد ربه بدا يزيد، حسني عبد ربه ويعمل الزياده جوه ال 18، مميز برضه انه بيلعب بدماغه كويس جدا. ادي واشنطن كان عامل الشوط الاولاني كويس قوي، اكتر من 3 4 فرص كده كان بيعمل التغطيه كاليبرو. محمد صلاح عملها حلو على القائم الاولاني، واشنطن بقبضه ايده بيطلع بره ال 18، يشتت مره ثانيه. بدا ضغط من منتخب مصر في بدايه الشوط الثاني، داخلين في الدقيقه السادسه. احمد فتحي زي ما قلنا بدا يزود المحمدي قدام. النني مره ثانيه اتاخر فيه احمد فتحي، يضغط عباس اميدو مره ثانيه، خد الجنب الشمال واشتغل، لكن بقوه ياخد الكره مره ثانيه فتحي ويقطع ببطن رجليه وائل جمعه. المحمدي ناحيه اليمين، تمريره مش مظبوطه لكن ترجع مره ثانيه. النني تشتيت في نص الملعب مره ثانيه، يضغط محمد صلاح لكن مدي حكم اللقاء بداره فاول على محمد صلاح. لسه لغايه دلوقتي بعيد قوي محمد صلاح عن مستواه. مره ثانيه يضغط حسني عبد ربه، يرجع للحارس مره ثانيه. واشنطن بيفتح الملعب ناحيه اليمين، شكله كده لعيب كوره كويس قوي حارس المرمى. ادي الشغل اللي بيعملوه بقى الثلاثه اللي قدام. موسونا عملها بينيه حلوه قوي، اتحرك فيها موسونا لكن قاطع وائل جمعه في الكره اللي فاتت. تاخير من محمد نجيب وفيها خطوره، الكلام ده مش عايزينه يا جماعه، مش ممكن. ده احمد فتحي في الكره اللي فاتت اتاخر وسبب مشكله للفرقه، وادي بيفتح الملعب مره ثانيه ناحيه اليمين. جاوري بارتسون على حدود ال 18 يطلع وائل جمعه مره ثانيه. وجوستن يلمس بدماغه ويطلع ناجي جده، لكن جاوري بارتسون يطلع رمي التماس. ادي كلاوس باجليز الالماني، رمي التماس يلعبها بارتسون مره ثانيه، يضغط محمد نجيب جاي مع الراجل في نص الملعب، راجع من التسلل ولا ايه؟ ما فيهاش حاجه. ادي عرضيه، عمل التغطيه عكسيه كويس قوي في الكره اللي فاتت. احمد فتحي تمريرات مش مظبوطه من منتخبنا. واشنطن يعدل على رجليه الشمال، تحضير في نص الملعب. لينكولن جوتو لف ودوران. ارشيفور جوتو زي ما قلنا بيلعب في كالمار السويدي. كل اللعيبه كده سنها صغير، هنا عايزين يضربوا التسلل. محمد النني
ابو تريكه في نص الملعب، استلم ابو تريكه بوش رجليه الخارجي، شديد قناوي ممكن يعمل عرضيه لكن مره ثانيه اوجستن يطلع، لسه جوه ال 18. تشتيت من سونجاني. محمد النني ما ربطش مع حسني عبد ربه، خامه باليد، يضغط فتحي، يضغط ممكن يفتح الملعب ناحيه اليمين، عملها جامده قوي 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 من احمد فتحي. فكر تفكيرين احمد فتحي، حط الكره قدامه كده وقال شوط، لكن حب يعملها بوش رجليه الخارجي وطولت منه وطلعت قويه جدا، ما يلحقهاش طبعا اي حد. ضربه مرمى، طبعا الحارس هيبدا يضيع وقت شويه ويبدا بقى لاعيبته تهدي اللعب ويبدا ياخر المسافه شويه عشان ياخد له 30 ثانيه. ادي بارتسون الظهير الايمن عدى، اشتغل فردي لوحده هنا، الضغط عليه من 1 و2 و3، لكن محمد النني يقطع، تروح مره ثانيه لبارتسون، عملها في الجانب اليمين، خامه باليد، عرضيه تروح سهله في ايد عبد الواحد، طلع لعيبه مره ثانيه عبد الواحد. كان حذر قبل اللقاء برادلي من موسونا انه راجل سريع وعنده حركه كويسه جدا في الملعب. محمد النني، حسني عبد ربه، ابو تريكه بيفتح الملعب ناحيه اليمين، المحمدي بينيه حلوه قوي لكن اوجستون يقطع وقاريها في الكره اللي فاتت، قطع لينكولن في الكره اللي فاتت، رمي التماس لمصلحه منتخب مصر، اتلعبت بسرعه. احمد فتحي يدخل في قلب الملعب، عايز يعدي لوحده، عدى جوه ال 18، بيعمل 1 2 هنا، لسه جوه ال 18، تروح مره ثانيه ابو تريكه، يا راجل اسند اللي في وشك، تروح مره ثانيه النني، عباس اميدو اماميه في العمق باليد سريع، لكن الضمان كده محمد نجيب يطلع، لكن لسه في الملعب من لمسه واحده. اشوري خامه باليد، جوتو رقم 20 يرجع لخط ظهره مره ثانيه، لينكولن، بارتسون جاي سنجوني كده واخد الجبهه اليمين، قافل الجبهه اليمين رقم 6 هو وبارتسون، ضغط على ناجي جده في نص الملعب. حسني، الاثنين جنب بعض، لازم يبقى في مساحات كده بينهم، بين حسني عبد ربه وبين النني، الاثنين قريبين من بعض جدا، لازم يبقى في عمق بعرض الملعب ولازم يبقى في عمق بالطول عشان يخلق المساحات لنص ملعبنا والمهاجمين. ادي خامه باليد رقم 10 لعيب كويس وحط السرزات الجزمه كده في رجليه، ممكن سلامات محمد النني، كان تدخل في الكره اللي فاتت، هتبان لنا ممكن في العاده لو اتعادت مره ثانيه. حسني عبد ربه تحضير في نص الملعب، مش عايزين التمرير البطيء ده في خط الظهر. عبد الواحد الضغط هنا على محمد نجيب، محمد النني في نص الملعب، ادي 4 5 لعيبه في نص ملعبنا. حسني عبد ربه مشي لوحده ما حدش معاه، بيفتح الملعب ناحيه الشمال، كمل يا جديد كمان، كمل، يقف على كورته وفاول، وممكن يبقى فيها انذار ويبقى اول انذار في المباراه لبارتسون. بارتسون رقم 2 بياخد انذار، انذار في الدقيقه 12 او في الدقيقه 57 من عمر المباراه، دقيقه 12 من عمر الشوط الثاني، لكن باين قدامنا 57 دقيقه ماسكه وانذار. قريب من الكره حكم اللقاء بدارة دياتا، بدأت تكتر الفاولات اللي هي في الجناب. حسني عبد ربه محتاج بس انه يظبط واحده، حسني لازم يبقى في حركه من المهاجمين. ابو تريكه وجده هيبقى فيها تريكه اكيد بيتعمل كده جوه ال 18، بيروح دايما وائل جمعه ومحمد نجيب على القائم البعيد. هل بقى في تغيير ولا ايه؟ ادي حسني عبد ربه كده، يبقى في تغيير، هنشوف تغييرين مره واحده. رقم 7 بيجهز اوفيدي كارورو، يبدا بقى طبعا يخرج بالراحه الراجل ويضيع وقت شويه، لكن فرصه في التغيير ده. ادي رقم 8 عباس اميدو، ونزل رقم 9، يبقى شفنا رقم 7 ورقم 9، وادي حسني عبد ربه، لكن اول مره واشنطن يطلع غلط، تطلع بره ال 18، يشتت مره ثانيه. رقم 9 موتوما رودريك رقم 9، وعباس اميدو رقم 8. مزعج عباس ده، هيريحنا كتير قوي.
لكن ما حدش عارف بقى اللي نازل ده برضو هل بنفس السرعات دي ولا ايه، هيبان لنا طبعا. منتخب مصر ما غيرش غير احمد فتحي مكان محمد ابراهيم. ادي وائل جمعه بوش رجل الخارجي. ابو تريكه اتاخر، ابو تريكه قوي قلق في الكره اللي فاتت، وادي تصويبه اي حاجه تطلع ضربه مرمى. داخلين في 59 دقيقه مشاهدينا الكرام. ادي رودريك موتوما وخرج رقم 8 موتوما، رودريك رقم، وادي لسه رقم 6 سونجاني هيخرج وهينزل اوفيدي كارورو. اوفيدي هل هيزود بقى نص الملعب برضو؟ الاثنين كانوا بيلعبوا في نص الملعب. هو اسمه اوفيدي كارورو. ادي التمريرات الغلط، خرج سونجاني. اتلعبت رمي التماس بسرعه. خامة بليات عملها جوه ال 18 وما فيهاش اي حاجه، وكعب رجليه مره ثانيه. موسونا لعيب كويس قوي رقم 11 موسونا، عنده ثقه كده في اداء. وادي محمد النني ياخد ركنيه منتخب زيمبابوي. عندهم لعيب اسمه جيلبرت، لعيب كويس جدا. جيلبرت بيغيب برضو عن الفريق للاصابه. ادي ركنيه لمنتخب زيمبابوي. بارتسون رقم 2 عنده انذار. وادي اتعملت على مرتين، عملها لنفسه هنا ولسه في الملعب. موكومبا وعرضيه عرضيه وفيها خطوره، واحمد فتحي وعمل التغطيه العكسيه. لكن برافو احمد فتحي في الكره اللي فاتت في توقيت مناسب. ادي جده راجع في الكره اللي فاتت في العرضيه. محمد صلاح لسه بعيد جدا. محمد صلاح مش هو ده محمد صلاح اللي احنا عارفينه. مدي ايه بقى حكم اللقاء؟ مدي فاول في الكره اللي فاتت. ادى فاول في نص ملعب منتخب مصر. اتلعبت بسرعه الكره. جده محمد صلاح، يلا محمد في وسط 5 6 لعيبه خط ظهرهم. حلوه شديدي ناوي يا راجل مش ممكن يا شديد. طب ما دام انت عايز تعملها ببطن رجلك، لا حط وش رجلك افضل وتروح اقوى من كده. لكن كان ممكن تعملها عرضيه مره ثانيه لمحمد صلاح اللي جاي من بره اهو، لكن حطها سهله في ايد الحارس. مره ثانيه رودريك اللي لسه نازل رقم 9 ابو تريكه. جده كمل يا جده، طالع لك شديدي ناوي. جده مره ثانيه على حدود خط ال 18 ناحيه الشمال. لف يا راجل لف. جده ممكن يسدد، ممكن، لكن ايه، مدي ركنيه خبطت في المدافع وتطلع ركنيه لمصلحه منتخب مصر. لف في الكره اللي فاتت، طب وش رجليه وبتخبط. دفاع بيقاتل منتخب زيمبابوي. ادي الركنيه اتلعبت على القائم الاولاني. شتت خط الظهر مره ثانيه، يلمس بدماغه محمد النني، تروح سهله محمد صلاح لكن يشتت الشوري. والله ده بارتسون عنده انذار. جوري بارتسون. محمد صلاح يلعبها برجليه الشمال بتلف في المرمى. محمد صلاح عملها على القائم البعيد. يا حسني ده والله محمدي محدش بيتكلم خالص. ادي محمد نجيب في الكره اللي فاتت والمحمدي الاثنين لو حد اتكلم كان ممكن يبقى فيه كلام تاني. ادي الاعاده، طلع في الكره اللي فاتت 3 لعيبه. المحمدي بيلمس بدماغه وحطها كده، ما حطهاش بالجبهه، حطها لفوق، كانت عايزه تتحط في الارض. لكن فرصه ثانيه بتضيع برضو من منتخبنا. الكره ما خرجتش بره ال 18. واشنطن لينكون ديفاديا رقم 15 عملها في العمق وما فيهاش اي حاجه. طالع عبد الواحد، نفس الكلام اللي عمله عبد الواحد بيعمله واشنطن في الكره اللي فاتت. ادى دوره هنا كاليبرو عبد الواحد السيد. وادي تشتيت مش مظبوط من وائل جمعه. بدا الجمهور يقلق، بدا الجمهور بقى يشجع الفرقه اهو دلوقتي. عبد الواحد اماميه. ادي تدخل قوي جدا في الكره اللي فاتت مع محمد ناجي جده في الكره اللي فاتت. ياخد فاول جده، تدخل قوي جدا مع محمد ناجي جده. هل بارتسون في الكره اللي فاتت عنده انذار. حكم اللقاء هنا لو ادى انذار ولا حاجه ممكن يبقى في كارت احمر. هنا بقى زياده تانية من جده بعد الكوره. الراجل طالع وراكب وحاطط جسمه فوق محمد ناجي جده، تدخل قوي جدا. ادي الكره اللي فاتت، لازم نخلي بالنا. طلع عبد الواحد في توقيت كويس قوي 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 من عبد الواحد السيد. محمد النني، ابو تريكه نازل نص الملعب، عدى ابو تريكه ناحيه اليمين.
فتحي يقف على الكوره بوش رجليه الخارجي، لمسه يد ولا ايه؟ هنا بقى محمد صلاح ابو تريكه، الحاجات دي مميز فيها قوي، اتلعبت محمد صلاح هنا من مسافه كويسه قوي قوي قوي، مميز فيها ابو تريكه طبعا في الكرات الثابته هو ومحمد صلاح. ادي حسني عبد ربه كمان، حسني وصلاح وابو تريكه الثلاثه عندهم الحاجات دي بيعملوها كويس جدا جدا جدا. كان عملها في الكره اللي فاتت محمد صلاح لابو تريكه، لكن لمسه يد لو جوه ال 18 كانت تبقى ضربه جزاء. محتاجه تركيز، محتاجه دقه اكتر منها عافيه، محتاجه واحد يكون كده عنده دقه انه يلعبها كويس قوي من فوق الحيطه. حسني عبد ربه مميز في الكلام ده، محتاجه هدوء مش محتاجه سربعه، سيبوا الراجل يلعب بقى براحته، محتاجه تركيز من حسني عبد ربه. يلا يا حسني، ادي المجهود واضح تماما على لعبتنا، كم الجري كتير جدا خلال اللقاء. حسني عبد ربه، يلا يا حسني، يلا يا ابني ربنا معاك. حسني عبد ربه، حسني عبد ربه، هدف 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 هدف، يا سلام حسني عبد ربه، هدف في الدقيقة 65. ايه يا ابني الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ده حاططها رائعة نموذجية، هايلة هايلة هايلة. حسني عبد ربه الهدف الأول في الدقيقة 65. حسني عبد ربه بقول لكم بيلعب الكلام ده وبيعمل الحاجات دي حلوة أوي أوي. حسني عبد ربه حلوة 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 حلوة، حاططها الراجل فيها دقة وحاططها صعب جدا على الحارس عشان يجيب الجول الأولاني لمنتخب مصر ويتقدم الفراعنة 1-0 على منتخب زيمبابوي. يلا يا رجالة، ادي فرحة الجماهير وفرحة بوب برادلي. خلي بالنا بقى، طبعا هيبدأوا يهاجموا، هيبدأوا يزودوا الناحية الهجومية عندهم، وده أحمد عيد عبد الملك. أحمد عيد تاني تغييرات منتخب مصر، أحمد فتحي وأحمد عيد. ادي فرحة الجماهير، وادي حسني عبد ربه نجم يا ابني، حاططها ايه؟ ده حاططها نموذج، حاططها قوية جدا جدا. هنشوف أحمد عيد بقى على حساب مين؟ هل محمد صلاح ولا محمد أبو تريكة؟ ده اللي هنشوفه. رقم 3 أحمد المحمدي، أحمد المحمدي مرة تانية ناحية اليمين. لازم نضغط ده دلوقتي بعد الهدف، مهم جدا الثلاث 4 دقايق اللي بعد الهدف دوت. عاملها حلوة 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 قوي قوي. معلش بقى يا واشنطن، هارد لك بقى في الكرة دي، معلش انت طول المباراة كنت كويس، لكن معلش الكرة دي صعبة عليك قوي قوي عشان حسني عبد ربه بيعمل الحاجات دي كويس جدا. رمي التماس، جاوري بارتسون الظهير الايمن، اتحرك له خامة بليات. رقم 9 رودريك، ادي تسلل. لكن انا عايز اشكر المدير الفني الالماني، خرج 2 لعيبه كان عندهم مجهود كويس جدا، ريحنا كتير جدا جدا. كلاوس باجلس خرج 2 لعيبه، عباس اميدو وسونجاني، الاثنين كانوا عاملين مجهود كويس جدا الشوط الاولاني، لكن احنا بنشكره هو على الشاشه، الراجل المخرج جاب لنا الشاشه يعني، بنشكر باجلس. عايزين تركيز من لاعيبتنا خلال الشوط الثاني، من رجل لرجل، محتاج اللعب يبقى اسرع. عدى الكره اللي فاتت شديدي ناوي يقف على الكره مره ثانيه لينكون، لكن شديد يا ولد ياخدها، عدى لكن يا يكمل مره ثانيه. ادي ابو تريكه زحلقه في الكره اللي فاتت، تيجي في احمد شديدي ناوي. ادي كل بدلاء منتخب مصر بيسخنوا خلف مرمى واشنطن. ادي احمد شديدي ناوي، يا سلام يا حسني عبد ربه، حاططها ايه؟ حاططها هايله هايله. الراجل كان هيخبط في القائم، حطها نموذجيه. اشوري ناحيه الشمال، هيبقى عندهم استعجال دلوقتي وهيبقى عندهم مساحات في خط ظهرهم. اوجستين رقم 17 اماميه في نص الملعب مره ثانيه. بارتسون رجع لحارس مرماه، تحضير في نص الملعب. جوتو رقم 20 يبدأ يضغط منتخب مصر. احمد فتحي
بوش رجليه حلو قوي محمد صلاح. يلا بقى يا ابو صلاح، يفرق معانا كتير لو فاق في الفتره ديت. ابو تريكه هو ده الكلام بقى من لمسه واحده. شديد قناوي، شديد قناوي ناحيه الشمال، طلع يا احمد يا عيد. احمد عيد يقف على الكره مره ثانيه. محمد النني، جدو ابو تريكه، حسني عبد ربه صاحب هدف اللقاء لغايه دلوقتي. احمد عيد، احمد عيد، جدو ابو تريكه، ابو تريكه مره ثانيه، حسني عبد ربه، احمد عيد في نص الملعب بكعب رجليه، تطلع رمي التماس مع برادلي. من اول ما تولى المسؤوليه 26 مباراه لعبناهم، فزنا في 14 لقاء، وان شاء الله ده يبقى ال 15. تعادلنا في 5 وخسرنا 7 مباريات، واحرز المنتخب 55 هدف. ادي شديد قناوي عدى في الجنب الشمال، عرضيه يا راجل حط وش رجلك يا ابو تريكه وزي ما تروح تروح، لكن هو حط بطن رجليه في الكوره جايه متهيئه له، لكن برافو احمد شديد عملها ايه؟ عملها حلوه، لكن هارد لك يا محمد ابو تريكه. ادي مره ثانيه طلعت الكوره، موسونا رمي التماس، مدي المساعد الاولاني جبريل كمارا، رمي التماس لمصلحه منتخب مصر. عامل مباراه كويسه شديد قناوي لغايه دلوقتي. محمد النني، حسني عبد ربه في نص الملعب، هيفتح الملعب جده. احمد فتحي، اتحرك محمد صلاح، اتطرف ناحيه اليمين لفتحي مره ثانيه، بينزل له دايما محمد ابو تريكه من لمسه واحده. فتحي مره ثانيه، ابو تريكه حلو قوي بينيه، صلاح عدي يا صلاح جوه ال 18، صلاح مش ممكن حلو هارد لك يا ابني، عملت فيها كل حاجه في الكوره، استلام روعه، استلمت الكوره ورحت وحطها في الزاويه البعيده، لكن بتخبط في العارضه، لكن مالكش حظ يا ابني، كان لازم تخش جوه المرمى. محمد صلاح استلام هايل وحطها ببطن رجليه، ايه هايله هارد لك يا محمد صلاح. بدا يفوق الراجل وبدا يشتغل، يا فرصه هايله وبتضيع وتخبط في العارضه تنقذ هدف تاني. ادي شديد قناوي عامل مباراه كويسه جدا احمد شديد قناوي. سلامات احمد شديد قناوي في الكره اللي فاتت. برادلي كان معاه 29 لعيب في المعسكر، زي ما قلنا خرج 6 لعيبه. ادي الاعاده، عدى احمد شديد قناوي خفيف كده وحركته خفيفه، رشيق في الملعب. لعبناهم زي ما قلنا 10 مرات. كان اول لقاء ليهم في تصفيات كاس العالم مصر وزيمبابوي في 86، كان اول لقاء ليهم. فزنا 1-0 بهدف نجم النادي الاهلي علاء ميهوب، كان في القاهره. وتعادلنا 1-1 في هراري، وكان العمده عماد سليمان المدير الفني لطلائع الجيش احرز هدف منتخب مصر. ادي اشوري مره ثانيه، اوجستن، استلام في نص الملعب من جوتو، موكامبا، لينكون ببطن رجليه تروح في نص الملعب مره ثانيه. ابو تريكه، حسني عبد ربه، بدانا نضغط، بدا ادائهم يقل. هنا البينيه بقى اتحرك فيها محمد صلاح ناحيه اليمين، 1 ضد 1 يا محمد، ممكن يشتغل فردي لوحده. هنا اتضغط عليه 2 لعيبه. ادي اشوري، محمد صلاح واشوري. فتحي عايز يعملها بكعب رجليه ما مشيتش معاه، تروح لاوفيدي رقم 7 اللي لسه نازل. بينيه، رودريك رقم 9، خامة بليات. خلي بالنا بقى من التسلل. جوتو، ارتشفورد جوتو ناحيه الشمال، اشوري مره ثانيه، لينكون، استلام موكامبا، كان ضيع فرصه انفراد في الشوط الاولاني رقم 12. بدا كل منتخبنا يرجع بقى في الثلث الوسطاني. تحضير في نص ملعب زيمبابوي، ضغط جده، يرجع الكره مره ثانيه لحارس المرمى واشنطن. نتذكر بيتر نودولفو طبعا من افضل اللعيبه في منتخب زيمبابوي، وكان معاهم الحارس جروبيلر. تذكروا طبعا في مباراه الطوبه هنا لما فزنا 2-1 بهدف اشرف قاسم من ضربه جزاء، والعميد حسام حسن كان جاب جون تاني. كان نودولفو هو اللي احرز الهدف هنا في مصر 2-1. واتنقلت المباراه في ليون في فرنسا، تعادلنا 0-0. ادي مره ثانيه محمد ناجي جده على حدود خط ال 18، تمشي الكره لابو تريكه بوش رجل الخارجي يا ولد، بيفتح الملعب ناحيه الشمال.
احمد شديد قناوي. كل ما بتريكا بيفوق كل ما المنتخب بيفوق. لينكولن تشتيت مش ظهير الايمن، تروح مره ثانيه رمي التماس. ادي احمد عيد اللي لسه نازل. برادلي بدأ يضغط منتخبنا وده اللي احنا عايزينه. احمد عيد اخر تريكا فيها شويه لكن تروح له مره ثانيه، ممكن هنا يسدد تريكا، عملها على مرتين. محمد صلاح، صلاح في الزاويه البعيده، هارد لك حطها لكن هارد لك محمد صلاح. بدأ يشتغل ابو تريكا، بدأنا نشوف محمد صلاح، بدأت الجناب تشتغل. ادي محمد صلاح حلوه، كانت عايزه بس لجوه شويه تروح في القائم اليمين للحارس لكن هارد لك. عايزين جون تاني يا رجاله، جون تاني يريحنا ويريح كل الناس، يريح كل الجماهير. ادي ناحيه اليمين احمد فتحي، عبد الواحد يطلع من مره واحده، تعدي نص ملعبه، يلمس اشوري. ادي الجماهير الموجوده بتشجع منتخبنا. طبعا نظام في الملعب، وادي زي ما انتم شايفين الامن والقوات المسلحه، ونظام على اعلى مستوى في استاد برج العرب. استاد رائع، مفيش احسن من كده، ارضيه ملعب واستاد تحفه تحفه. بنشكر الجيش طبعا على كل الاستادات اللي عاملها لنا. ادي مره ثانيه ناحيه اليمين، ادي هجمه خطيره لكن فيها زقه، ممكن كان الحكم مش ممكن، هدف مش ممكن. الكره اللي فاتت كان فيها زقه، وادي كلاوس باجلس مش ممكن. رقم 10 خما بليات بيحرز هدف التعادل. خما بليات، طبعا هم كاتبين بليت خان لكن هو اسمه خما بليات او بليات. بيحرز هدف في الدقيقه 74، هدف التعادل. لسه بدري يا رجاله، فاضل ربع ساعه، ان شاء الله نكسب باذن الله. كان في زقه في الكره اللي فاتت مع محمد نجيب، كان موسونا دور له رقم 11، موسونا رقم 11 هو اللي احرز الهدف. كتبت على الشاشه ان خما بليات هو اللي احرز الهدف لكن موسونا رقم 11. نولوجيا موسونا اللي بيلعب في اوغسبورج الالماني. وادي فرحه بعض الجماهير القليلين اللي جايين مع منتخب هنا في استاد برج العرب. هدف ملوش اي لازمه، ملوش اي معنى، في توقيت صعب جدا في الوقت اللي احنا كنا راكبين فيه المباراه. محمد النني لسه بدري يا رجاله، فاضل ربع ساعه، ممكن نجيب جون ان شاء الله وممكن نجيب جون تاني والتالت باذن الله. احمد شديد قناوي اشتغل في الجنب الشمال، شديد قناوي بدأ يضغط عليه 2 لعيبه. احمد عيد ما حدش يتحرك له، اشتغل فردي لوحده. ابو تريكه، محمد النني، ابو تريكه استلم من النني مره ثانيه. صلاح عدى، صلاح عملها بينيه، ممكن يبقى فيها تسلل. عملت حلوه من محمد صلاح لكن اتاخر فيها شويه وفيها تسلل على محمد ناجي جده. منتخبنا عمل تغييرين، منتخب زيمبابوي عمل تغييرين. ادي الاعاده قدامنا، تسلل في الكره اللي فاتت. هل هيفكر برادلي في تغيير ثالث ولا ايه؟ برضه عبد الواحد. ادي طبعا هنا الجهاز الفني لزيمبابوي، فرحه الهدف. ادي اماميه من بارتسون، محمد نجيب يلمس بدماغه في نص الملعب. جوتو من افضل اللعيبه اللي في وسط الملعب مع زيمبابوي رقم 20. احمد عيد تمريره مش مظبوطه، تروح مره ثانيه في نص الملعب. مكامبا، ابو تريكه ممكن يفتح ناحيه اليمين. احمد فتحي، كمل يا فتحي كمل، في مساحه قدامك ممكن تعمل عرضيه. فتحي عايز يسدد وعملها بينيه. صلاح لفتحي مره ثانيه، يلا يا فتحي على حدود خط 18. جده اتاخر فيها جده لكن توصل مره ثانيه. هنا الهجمات المرتده ممكن تبقى فيها خطوره علينا. ادي ناحيه الشمال رودريك اللي لسه نازل، حذاري من التسلل. رودريك مره ثانيه في نص الملعب. جوتو رقم 20 بيفتح الملعب ناحيه اليمين. استلام من موسونا، خلي بالنا لعيب كويس، كان عايز يعدي لكن برافو احمد شديد قناوي رقم 11، لعيب كويس قوي قوي موسونا، لكن برافو شديد قناوي عامل مباراه كويسه جدا لغايه دلوقتي. تشتيت تروح سهله في نص الملعب. اوجستين
اوجستن رقم 17 يرجع لحارس المرمى مرة تانية. واشنطن أمامية برجليه الشمال تروح لشديد إناوي. استلام هايل من أحمد شديد بيفتح الملعب ناحية الشمال. اتحرك له أحمد عيد مرة تانية ناحية الشمال. جده اتطرف في الجنب الشمال. أحمد عيد مرة تانية. يلا يا ناوي يلا يا ناوي يقف على كورته. وقع في الكرة اللي فاتت. بارتسون جوري بارتسون كان عايز فاول أحمد شديد إناوي. فيها زقة هنا برضو حط ايده الراجل وفيها زقة لكن حكم اللقاء بدارة دياتا قال ما فيهاش حاجة. في نص الملعب مرة تانية يضغط وائل جمعة وادي الكرة ادي بليات ما فيهاش تسلل. خامة بليات مرة تانية هنا ممكن يبقى تسلل واضح. حكم المساعد جبريل كامارا المساعدين جبريل كامارا والتوريه سيريني. تسلل لصالح منتخب مصر مرة تانية. أحمد عيد في دايرة السنتر. محمد أبو تريكة استلام من أبو تريكة بوش رجليه الخارجي. محمد ناجي جده عدى لوحده وممكن يكمل لوحده يشتغل فردي في وسط 4 5 لعيبة. أحمد عيد على حدود خط 18 ممكن مرة تانية يا جده ممكن كنت أعمل 1 2 مع أحمد عيد مرة تانية. حسني عبد ربه تمريرة مش مظبوطة تروح في نص الملعب. يلا يا ناوي لكن كان لازم يتحرك لها. أدي التغيير الثالث رقم 18 احمد جعفر هيخرج. احمد جعفر مكان محمد ناجي جده. 3 تغييرات كل الاحمدات كده نزلوا. ادي حسني ممكن يسدد ممكن يسدد. هي دي الحلول بقى اللي احنا عايزينها. هارد لك حسني عبد ربه في الكرة اللي فاتت كانت عايزه تبقى اوطى شويه. نزل احمد فتحي ونزل احمد عيد ونزل احمد جعفر. احمد حسن مكي كان موجود على دكه البدلاء من لعيبه كويسه قوي جدا برضو. ابو تريكه يلا يا تريكه يلا يا تريكه لكن واشنطن بيطلعها على المره دي. واشنطن حارس المرمى حطها ببطن رجليه كده على شمال الحارس محمد ابو تريكه. مالها حلوه هارد لك محمد ابو تريكه لكن كان قافل الزاويه. واشنطن حارس المرمى بيزعل لعيبته هنا. وادي الركنيه يطلع مره تانية. احمد جعفر يلمس بدماغه في الكره اللي فاتت. والله ابو تريكه ضربه مرمى لمصلحه زيمبابوي. داخلين في 81 دقيقه. هل هيبقى في تغيير تاني ثالث لزيمبابوي ولا ايه؟ ادي الاعاده عدى ابو تريكه وحطها ببطن رجليه حلوه قوي لكن حارس المرمى طلعها بايده العكسيه. ادي رقم 18 راؤول تافوتزي. نشوف على حساب مين. رقم 10 بليات خامة بليات تافوزوا او راؤول تافوزوا. ضربة مرمى لمصلحة منتخب زيمبابوي. تعدي نص الملعب. جوتو يلمس وفيدي رقم 7 باترسون او بارتسون يلمس احمد عيد. روح في نص الملعب مرة تانية. راجع من التسلل في الكرة اللي فاتت. رافع الراية جبريل كامارا. وائل جمعة ادي الاعادة راجع من التسلل في الكرة اللي فاتت. رقم 9 رودريك. محمد النني بيفتح الملعب ناحية اليمين. احمد فتحي. محمد صلاح عدى بمهارة عالية جدا وسريع عدى دخل جوه ال 18 عايز يعمل 1 2. صلاح لازم تروح في الزاوية البعيدة يا محمد. حط بطن رجلك كمان في الزاوية البعيدة. كان نشل كده على القائم البعيد كان ممكن يبقى فيها كلام تاني لكن كل ما بيشتغل محمد صلاح كل ما المنتخب بنحس ان في خطورة. هو ومحمد ابو تريكة هم عندهم حلول عندهم سرعة عندهم مهارة كويسة قوي. ادي احمد فتحي يضغط اشتغل في الجبهة اليمين. احمد فتحي يقف على كورته مرة تانية بيفكر هيلعب لمين. تخبط مرة تانية لكن تروح لفتحي. النني في نص الملعب. احمد شديد ناوي ببطن رجليه. ابو تريكة استلام من ابو تريكة. احمد عيد دخل في قلب الملعب ممكن يغير الملعب ناحية اليمين. حلوة ممكن تعدي لكن يلمس الشوري الظهير الايسر ويطلع
ركنيه لمصلحه منتخب مصر. ادي اوشوري رقم 3 رايح محمد صلاح. 7 8 لعيبه من منتخب زيمبابوي جوه ال 18. محمد صلاح عملها على القائم البعيد لكن طالع اوجستين رقم 17 يلمس مره ثانيه فتحي. تشتيت اماميه بعيده تروح لعبد الواحد السيد. احمد شديد إناوي بوش رجليه الخارجي. احمد عيد مره ثانيه إناوي. احمد شديد مره ثانيه بيتحرك كويس جدا. احمد شديد إناوي. احمد عيد اتضغط على احمد إناوي في الكره اللي فاتت. ادي الاوفيدي رقم 7 اللي لسه نازل. اوفيدي اتاخر فيها كتير قوي لكن يقطع. احمد عيد بيأدي واجبه الدفاعي كويس جدا. حسني عبد ربه لاحمد عيد. كمل يا احمد قدامك مساحه تقدر تشتغل فيها. احمد عيد عايز يشتغل فردي عملها بوش رجليه كده الخارجي ما ربطش مع احمد شديد إناوي في الكره اللي فاتت. ادي برادلي جه فينا جول في توقيت كنا احنا افضل بكتير جدا. رمي التماس هيبداوا طبعا واحد يقع واحد ورا الثاني يبدا يقع في الملعب زي ما قلنا. لعبنا معاهم في 93 94 كان في زيمبابوي اتغلبنا 2-1. كان في هراري وكان جاب جول منتخب مصر احمد الكاس نجم النادي الاولمبي ومنتخب مصر. وفي مباراه العوده هنا كانت في استاد القاهره كان اشرف قاسم وحسام حسن هم احرزوا اهداف منتخب مصر. لكن طبعا حادث الطوبه الشهير واتنقلت المباراه في ليون في فرنسا. تذكر طبعا الفرصه الخطيره اللي كان ضاعها نجم النادي الاهلي مجدي طلبه. ادى تحت الفرصه هنا حكم اللقاء حسني عبد ربه عايز يعمل 1 2. تريكا هيفتح الملعب ناحيه اليمين. فتحي ممكن يعمل عرضيه حلوه لكن تروح احمد شديد إناوي ولا احمد جعفر ولا احمد عيد في الكره اللي فاتت. كان عايز يستلم كده لكن الزحلق تخبط في بطن رجليه وتطلع ضربه مرمى. اخر لقاء لينا مع زيمبابوي كان في 2006 فزنا 2-0. كان هداف نادي الزمالك عبد الحليم علي او العندليب هداف نادي الزمالك في افريقيا جايب 37 جول. عبد الحليم علي هو اللي احرز الهدفين. لعبنا معاهم مره ثانيه في 2004 كان مباراه وديه وكسبنا 2-0. كان ابو تريكه واسامه حسني هم اللي جابوا الاجوال. ومباراه ثانيه كان في بطوله افريقيا في تونس في 2004 وفزنا 2-1 كان بهدف تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك والمنصوره ومحمد بركات نجم النادي الاهلي. وكان برضو بيتر نودولفو هو اللي احرز الهدف. نرجع تاني للقاء. وائل جمعه تشتيت توصل في نص الملعب مره تانيه. اوفيدي يلمسها كده ويسن الجزمه تروح مره تانيه رودريكي اللي لسه نازل. وائل جمعه ببطن رجليه لابو تريكه. اسرع يا تريكه بوش رجليه الخارجي هايله نموذجيه. صلاح كمل ضربه جزاء. يا سلام يا تريكه يا سلام يا محمد يا صلاح. ضربه جزاء سليمه 100% وانذار. نشوف انذار لاشوري هو الباك ليفت اللي كان بيغطي. انذار نشوف لمين رقم 17 اوجستين رقم 17 انذار. لكن اتعملت حلوه من محمد ابو تريكه. اوجستون رقم 17 ضربة جزاء واضحة تماما. ضربة جزاء دقيقة 87 اتعملت حلوة من ابو تريكه لمحمد صلاح. بقول لكم مزعج محمد صلاح لما بيشتغل. ضربة جزاء 100%. يلا يا تريكه ربنا معاك باذن الله. دعواتنا كلنا مع محمد ابو تريكه. ادي تحيه الجمهور طبعا. تريكه بتركيز يا رب. كل الجمهور كله بيقول يا رب. ادي تركيز من محمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه. يلا يا تريكه. ابو تريكه واشنطن. ابو تريكه هدف ثاني ابو تريكه. هدف في الدقيقه 88. ابو تريكه هدف في الدقيقه 88. حسني عبد ربه الهدف الاول وابو تريكه
ان شاء الله ربنا يتممها على خير يا رب. ابو تريكة هدف تاني، كان احرز هدفهم موسونا في الدقيقة 74. ادي الكابتن سمير عدلي وزكي عبد الفتاح داخلين في 89 دقيقة امامية. لازم يبقى في تركيز دلوقتي بقى في الثلاث اربع دقايق اللي هيبقوا فاضلين بالوقت المحتسب بدل الضائع. داخلين في الدقيقة 89 واكيد حكم اللقاء هيدي 3 دقايق اكيد عشان التغييرات اللي حصلت في المباراة. احمد شديدي ناوي، ابو تريكة بوش رجليه الخارجي يا ولد يا لعيب. احمد عيد تمريرة تتقطع مرة تانية يا جعفر، يلا يا جعفر. وفيدي اللي لسه نازل. محمد صلاح لعيب كبير يا ابني، عايز يعمل 1 2. كان خلصنا محمد صلاح من بدري من الشوط الاولاني، ما فاقش غير في الشوط الثاني. ادي النني من نجوم المباراه محمد النني. احمد فتحي اتضغط عليه، توصل لموسونا افضل لاعبي فريق زيمبابوي. مره ثانيه ناحيه الشمال مكامبا تروح له مره ثانيه. واشنطن لينكولن اماميه في العمق، عمل التغطيه احمد فتحي بدماغه كده غيبا، بتروح لعبد الواحد السيد. يلا عبد الواحد، اماميه بتعدي نص الملعب، يشتت لينكولن مره ثانيه. محمد نجيب خلاص بنلعب في الدقيقة الأخيرة. أمامية ادى 4 دقايق وقت محتسب بدل ضائع. الحكم الرابع جوي داوودة ادى 4 دقايق زي ما قلنا. جوتو في نص الملعب في العمق كده تروح سهلة لعبد الواحد السيد. اهدى بقى شوية يا عبد الواحد، لازم تاخد وقت 30 ثانية على الأقل كده تمشي بالكرة على الأرض شوية. خلاص بقى ادي الحزن اللي موجود على جماهير زيمبابوي الموجوده في استاد برج العرب. محمد صلاح استلام عدى من 1 و2 يا ولد، يلا يا صلاح ريحنا يا صلاح. محمد صلاح حلوه 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 حلوه، هارد لك يا ابني، هايله هايله هايله. محمد صلاح حطها كده جميله قوي قوي قوي، لو جوه شويه كان الجول. هايله هايله من محمد صلاح. نمسك كرة دلوقتي لازم من رجل لرجل ونضيع وقت شويه. احمد عيد غير الملعب ناحيه اليمين. احمد فتحي، كابتن فاروق جعفر بقى والكابتن زيزو عندهم كلام كتير قوي، وهيثم فاروق وكريم حسن شحاته يمتعونا النهارده من خلال اللقاء وبتحليلاتهم. الكابتن فاروق رؤى طبعا اكتر واحد طبعا في منتخب مصر، وكان في نادي الزمالك كان بيعمل استيميليشن وضربات الجزاء في نادي الزمالك ومنتخب مصر. حير حكام كتيره وافريقيا وفي مصر، كان دايما بيعمل استيميليشن. كابتن زيزو نجم من نجوم النادي الاهلي. يقدروا النهارده بقى يقولوا حاجات كتير جدا عن مباراه مصر وزيمبابوي. هيثم فاروق وكريم حسن شحاته الاستوديو التحليلي لقناه النهار. مكامبا لينكولن مره ثانيه ناحيه الشمال. مكامبا نازل في نص الملعب. جوتو يرجع كل منتخبنا في نص الملعب. نلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع. ناحيه الشمال اشوري. الخبره دلوقتي ليها دور، لازم بقى يبقى في حد يضيع وقت شويه، لازم حد يقع في الملعب. جوتو في نص الملعب. ارتشفورد جوتو. بارتسون. يلا يا تريكا، ممكن الهجمه المرتده يا تريكا. البينيات بيعملها كويس قوي، الضغط عليه من 3 4 لعيبه. احمد عيد عايز يعملها كده بين رجليه، لكن تطلع رميه تماس تخبط في جوري بارتسون وتطلع رميه تماس لمصلحه منتخب مصر. ادي برادلي رميه تماس. نهدى بقى شويه ونضيع الدقيقه اللي فاضله ديت. ادي محمد صلاح النجم، نجم بازل السويسري، حطها حلوه قوي الكره اللي فاتت. شديد قناوي من نجوم المباراه وعامل مباراه كويسه جدا. بارتسون في نص الملعب من لمسه واحده. موسونا، يا سلام يا وائل يا جمعه، بيتدخل في توقيت مناسب. نلعب في الدقيقه الثالثه، اتحرك فيها في الكره اللي فاتت. احمد فتحي. ابو تريكه في نص الملعب. لازم نهدى ومن رجل لرجل، تمريرات تبقى كتيره. عدى ناحيه شمال فتحي، عملها بوش رجليه الخارجي. يلا صلاح، محمد صلاح المزعج
دخل جوه ال 18 عايز يعمل 1 2 تروح مره ثانيه ما ظبطش مع احمد فتحي تروح في نص الملعب. اوفيدي فيها فاول في الكره اللي فاتت، ادي حكم اللقاء ادى فاول لمحمد صلاح في الكره اللي فاتت ولا احمد فتحي. خلاص بنلعب في الدقيقه الرابعه. مشاهدينا الكرام مشاهدي النهار رياضه، تقدم منتخب مصر بهدفين مقابل هدف واحد. احرز حسني عبد ربه هدف في الدقيقه 65 وابو تريكه هدفه الثاني من ضربه جزاء في الدقيقه 88 وكان هدف الوحيد لموسونا مهاجم زيمبابوي في الدقيقه 74. احمد فتحي مره ثانيه، ابو تريكه، محمد النني، ابو تريكه بخبره بقى نازل يستلم الكوره. وائل جمعه تحضير في نص الملعب ناحيه اليمين. نبدا بقى نجهز اوراقنا. حكم اللقاء السنغالي بدارة. صلاح عدى، صلاح اخر فيها شويه، توصل في نص الملعب مره ثانيه. وفي هذه اللحظات يطلق الدولي السنغالي بدارة دياتا صافره نهايه المباراه بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف واحد. احرز اهداف منتخب مصر حسني عبد ربه في الدقيقه 65 واحرز ابو تريكه 88 من ضربه جزاء، واحرز الهدف الوحيد لموسونا في الدقيقه 74 هدف الوحيد لمنتخب زيمبابوي. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم للقاء، ونذهب للاستوديو التحليلي مع نجومنا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن زيزو وكابتننا رؤى ملك النص فاروق جعفر وكريم حسن شحاته والكابتن هيثم فاروق، ونستمتع مع حضراتكم في اللقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلتقي على خير باذن الله. معلقكم مؤمن عبد الغفار.